السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنكمل سلسلة ازاي تعمل ازازة عطر ديور. تمام؟ طيب بص بقى عشان اوريك ازاي تعمله. هو الموضوع سهل. اول حاجة بس تعالوا نفتح بس كده. تمام. بص بقى، هتدوس شيفت A وتجيب الريفرنس بتاعنا. طبعا الصور ديت انا حاططها لك تحت الديسكريبشن. هتدوس سلاش وتيجي هنا وتروح عند الداتا او الاوبجكت داتا بروبرتيز او الايمج، تنزل تحت هنا عند الايمج. حلو. عند اوبازيتي وتقلل الاوبازيتي بتاعته شويه. دي اول خطوه. الخطوه التانية ان انت هتجيب اول حاجه بلان، وتدوس RX 90، تبدأ تنزله تحت وتجيبه في النص كده بالظبط، وترفعه بس شوية وتطلع بفوق هنا. تمام. بص بقى، البلان دوت بقى احنا هنقسمه. هتروح للإيديت مود وتدوس كنترول R وتحطه هنا كده في النص، واحدة في النص وواحدة هنا وواحدة هنا. تمام. هتدوس بقى للفيرتكس مود وتنزل دي تحت وننزل دي تحت، وممكن بس نرفع دول كده شوية بالشكل ده، وتطلع دي كده ايه لفوق، وتودي دي هناك وتودي دي هناك بالشكل ده، وتنزل بقى تحت عند الجزء اللي تحت هنا ده. حلو. وتدوس هنا. تمام. بعد كده تقوم واخد دي تنزل بيها تحت كده شوية، وتيجي هنا وتدوس كنترول بي. ماشي، احنا لسه معملناش اكسترود. طيب بص، هتنزل ديت لحد هنا كده وتنزل ديت لحد هنا كده، وتطلع بدي لفوق شوية بالشكل ده. تمام كده احنا عملنا الشكل الأولي. هتقوم بقى دايس A وتعمل اكسترود لبره كده بالشكل ده. حلو. بعد كده تقوم جاي تحت هنا وهنا تدوس كنترول بي، جي زد مش قوي. تعالوا مثلا ناخد دي كده، ننزل بيها تحت هنا كده شوية، ناخد دي هنا كده وننزل بيها تحت شوية. وممكن نعمل دي برضو كنترول بي بالشكل ده. تمام. بص بقى، تقوم دايس هنا وهنا كنترول بي، تخليها بالشكل ده، وهنا وهنا كنترول بي، تخليها بالشكل ده وتطلع بيها لفوق شوية مع الجزء ده والجزء ده. تاخد ده الجزء ده كده، تنزل تحت وتخلي الجزء دوت كنترول بي. تمام. حلو. ممكن بس الجزء دوت نطلعه لفوق شوية، والجزء ده ننزل بيه تحت بالشكل ده. تمام. طيب نطلع قدام كده بس نشوف الشكل عامل ازاي. حلو. بص بقى، بعد ما تعمل كده هتقوم رايح عند الموديفاير اد موديفاير ديفل وتزوده كده، تخليه على الاخر. تمام. شيد سموث بالشكل ده. تمام كده احنا خلصناه خلاص، فاضل بس خطوات بسيطة. انت هتيجي هنا. تمام. او بعد، تعالى نعمل الاول ابلاي. تمام. وتيجي هنا وتدوس اي وتدوس اس واي وتدوس اكس وتشيل الفيس. بعد كده تروح للايدج مود، الت تعمل سيلكت على السكوير دوت وتدوس اف وتدوس رايت كليك سب ديفايد. تمام. بعد كده هنخليها شبه الدورية، تروح لللوب تولز سيركل وتصغرها كده شوية وتطلع بيها لفوق. تمام. بعد كده تدوس اي وتنزل اي زد لتحت بالشكل ده كده. ممكن طبعا تعمل هنا مثلا كيرف كده مثلا او بيفل كده، بس يكون خفيف شوية بالشكل ده. تمام.
دوت كده الشكل اللي جوه كده احنا عملناه. لو احنا تمام كده تمام. طيب بص بقى، تقوم راجع للازازه بتاعتك وتطلع دي كده ايه لفوق لهنا كده، وتدوس اس وتطلع لفوق بالشكل ده. ممكن تخليها عريضه شويه، تدوس اس زد، اس شيفت ثانيه، اس شيفت زد، تخليها بالشكل ده كده. تروح للرايت فيو، جي واي، تيجي هنا تكبرها شويه. لو لقيت الكروسر بتاعته هنا كده وعايزة تبقى في النص دوس رايت كليك، سيت اوريجن، تمام، وتقوم جايبها هنا كده في النص، تدوس جي واي، تجيبها في النص وتنزل بيها لتحت ايه شوية بالشكل ده. تمام، ممكن تصغرها شوية سيكا تبقى بالشكل ده كده. طبعا في جزء جواها هنا احنا عايزين نشيله، اللي هو الجزء ده اكس فيس، ونرجع تاني. تمام تمام. شايف بقى الجزء اللي تحت دوت ممكن ننزل بيه لتحت شويه هنا كده مثلا يعني. كده احنا ممكن نحط لها الماتيريال بس كده، هي ديت الجزء اللي جوه. بس لسه هنظبط بس شويه حاجات في ايه، في الماتيريال. تدوس اد نيو سيرفيس، تخليها جلاس، وتخلي الجلاس مثلا على 0.1، تخليها شفافة في الأول، وتيجي هنا بص بقى، تمام، وتدوس شيفت دي تعمل منها نسخة وتصغرها، وتجيبها هنا كده في النص، وتدوس اس اكس، خليها كده مثلا، او تصغرها شوية، حلو، وتطلع بيها لفوق ودوس اس واي. على فكرة احنا الجزء اللي فوق دوت ممكن نشيله ده، فيس، بالشكل ده. تمام، ونيجي هنا ممكن تدوس على اللي هي نيو ماتيريال هنا، وتغير اللون بتاعه تخليه مثلا اصفر كده مثلا بالشكل ده كده. طبعا عشان احنا ما عملناش ثانية، بس عايز اتأكد ان اللي بره دوت نفس الماتيريال زي ما هو. طيب زي ما هو. طبعا عشان ممكن عشان تخليها باينة اكتر، ممكن تخليها تكبرها شوية كده، بس عايزين نظبطها. ممكن تنزل تحت، ترفعها لفوق كده مثلا، تمام، وتصغرها شوية وتنزل بيها لتحت. او بدل ممكن نشيل الجزء ده، نعمل بس كنترول. طيب بص بقى، الخطوة اللي بعد كده ان انت هتقوم عامل سيلكت على الجزء دوت كده، يعني ما تمسحوش، تدوس اس زد زيرو، تمام، وتنزل بيه لتحت، وتخليه لازق مثلا شوية في اطراف كده، والجزء دوت برضو اس اكس، يعني كده مثلا. ممكن الجزء ده كده مثلا، وتنزله لتحت شوية لحد فوق هنا. طبعا دوت بيكون لغاية تحت، يعني ممكن تسيب مسافة شوية. مثلا نشوف تبقى معاك بالشكل ده. ممكن ان انت طبعا لسه هنحط حاجات جوه، فممكن ان انت تدوس اس كده، تصغرها شوية بالشكل ده، وتنزل بيها لتحت بالشكل ده كده، اس اكس كده مثلا. تمام، بعد كده ممكن انت تجيب مثلا سفير وتحطه هنا كده في النص، بس عايز اعرفه في النص ولا لا. تمام، وتصغره كده شوية، وتخلي الماتيريال بتاعته نفس الماتيريال
اللي احنا حطيناها هنا مثلا. تمام، ممكن تخليها هنا، تدوس اس زد وتخليها كده مثلا، اللي هو ايه، فيها فقاعة كده من جوه. ممكن نصغرها شوية، ممكن مثلا نحط واحدة جنبها هنا، هنا كده مثلا واحدة، ممكن مثلا واحدة فوق. هنا كده مثلا. كده مثلا. تمام. وممكن ان انت تدوس شيفت دي عليها وتصغر دي شوية وتنزل بيها لتحت، بحيث ان هي تديها يعني ايه، شوية شكل اكتر يعني. كده مثلا. تطلع بدي مثلا لفوق. انت ممكن مثلا الجزء اللي احنا مثلا. طيب، بص بقى، احنا كده يعتبر خلاص خلصنا الجزء اللي جوه. تعالى بقى، بس عايز اوريك حاجة في الاخر عشان نعمل. بص بقى، هتروح هنا للماتيريال مود او للسوليد مود. تمام. وهتبدأ تيجي هنا عند الموديفايرز وتنزل تحت عند سلوديفاي. نعمل بس سلوديفاي ايه خفيف كده مثلا، بالشكل ده. تمام. تمام. بعد كده هتدوس شيفت دي وتعمل واحدة جواها بالظبط بالملي. بس الحاجة الوحيدة اللي هنعملها ان احنا هنشيل الجزء ده، مش عاوزين فيس بس. شكرا. حلو. وبعد كده، ما دام احنا شلنا الجزء اللي فوق، فاحنا ممكن نعمل سوديفاي زي ما احنا عايزين. تعالى مثلا نيجي هنا كده نشوف. انا عايز اللي برا دوت يبقى لونه سادة، واللي جوه هنا دوت دوس هنا نيو ماتيريال وتخلي مثلا لونه مثلا كده. تمام. يعني ممكن نخليه مثلا كده مثلا، بالشكل ده مثلا كده. حلو. طبعا انت ممكن تحط جواه بقى اللي انت عايزه، يعني انت ممكن تحط جوه اوبس، شيفت ايه، تحط مثلا سفير. لا، ده مش سفير. تحط فين؟ ايوه، يفي سفير، شيد سموث مثلا، اللي هو عارفين اللي هي بتبقى فيه جوه في القاعة كده. يعني ممكن نعملها لو انت عايز تحطها عادي، ما فيش مشكلة. بس عايز اشوف شكله هيبقى عامل ازاي. ممكن نحط له نفس الماتيريال، اشوف بس هو عامل شغل ولا لا. فين السفير؟ ممكن بدل ما نخليها كده ممكن نخليها وايت. يعني هي مش باينة قوي، بس احنا ممكن نعمل حاجة تانية. ممكن ان احنا مثلا بدل ما هي كبيرة كده، ممكن نصغرها ونحطها. ممكن نشيل البتاع اللي ورا دي عشان مش مبينة حاجة. تمام. ممكن مثلا الجزء ده نخليه مثلا حتة صغيرة هنا، حتة هنا، حتة هنا، حتة هنا كده مثلا، كده مثلا تبقى كده مثلا. ممكن مثلا ما نخليهاش بالسيمترية دي. ممكن ان احنا نشيل ديت مثلا نحطها فوق، نحط دي
مثلا هنا برا كده مثلا. ممكن نحط اضاءة قدامها نشوف بس الشكل عامل ازاي. بص بقى الحركة دي ايه؟ مفيش غير البروفيشنالز بس اللي بيعملوه. بص، انت مثلا لو عايز كل بلين لايت من دوت يبص على البرفيوم بتاعك او اي اوبجكت في حته واحده، مش هتقعد بقى تعمل كده ومثلا كده. طبعا انا مظبطها بس على العموم، يعني لو انت عندك كذا واحد متفرق، يعني واحد هنا وواحد هناك وبعيد كده مثلا، تمام؟ انت بتدوس عليهم سيلكت كلهم بالشكل ده وتدوس شيفت تي. بص هتلاقيهم كلهم بقوا باصين في حته واحده، وتقوم دايس شيفت تحطه في النص او على الاوبجكت اللي انت عايزه، وتقوم مثلا محركهم هنا، وتدوس شيفت دي لو عايز تعمل منهم نسخة، وار اكس بالشكل ده. ديت يعني معلومة كده لو كنت عايز تعرف. ننزل دي تحت كده شوية، تمام. بس انا مش عايز اضاءة كتير كده، يعني ممكن نشيل ده نشيل ده نشيل ده. الاضاءة تبقى في اخر فيديو ان شاء الله، فمش عايزين اضاءات كتير اوي كده. ممكن مثلا هي واحدة هنا مثلا في الوش كده ونبعدها شوية، تعمل بس ايه، تظبط الدنيا بالشكل ده. بس عايز اشوف من جوه هو عامل ازاي. ممكن نقفل الدينويزنج، تمام. شكلها بيرفكت. وبس دوت كان نهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وكان معاك يوسف من قناة بلندد ات، وسلام.